أندية لا تبحث عن الاسم، ابحث عن الجودة. صح. طيب وانا اخذها من ناحيه ثانيه من غرفه الملابس، يعني اليوم لاعب مثل رياض محرز لاعب كبير على المستوى العالمي بينتهي عقده معي بيدخل 6 شهور منتصف الموسم، يا اني عندي نيه اجدد معه او اني استغني عنه من الحين اذا عندي هذا البند، لان رياض راح يكون الحديث الاعلامي الموسم المقبل راح يجر النادي الاهلي وادارته ولاعبيه لتجديد عقد رياض من عدمه، بيجدد رياض مو مجدد، جالس رياض مو بجالس، الحين ابدا الموسم انا رياض مو معي ترى يا جماعه، تراني بشتغل الان وبجيب لاعبين ثانيين. بروح محمد نجاري بدام انه قبل لا تروح محمد نجاري، اليوم ليش انا اتكلم على الاهلي تحديدا؟ الاهلي احنا كنا نتكلم على ديميرال صح؟ ديميرال موجود ممتاز، بس والضجه اللي صارت حوله اي عادي ممتاز. كيسيه، رياض محرز، جالينو، اليوم تتكلم حتى ياسر. اليوم ظهرت الاخبار عبد الرحمن، وانا اعتقد ان الاخبار صحيحه، اليوم جلس مع بعض الانديه في اوروبا وكان يفكر انه يطلع من النادي الاهلي. اليوم انت لما تبدا تدخل في هالمعمى هذه تحديدا وما عندك وجهه رئيسيه تقدر تبني عليها فريق، انا اعتقد ان الامور صعبه. يعني لو ميلان ما وقع مع مدرب ثاني وش كان ممكن يصير؟ ما راح يروح يسلم. انا اقول لك يا من الحين ما راح يروح يسلم. طيب جلس معاهم ليه؟ هذا اللي سووه بديميرال واللي سووه بيسلا. شوف انا بقول لك بكون صادق معك. ايه العمل في اداره النادي الاهلي خلال السنتين الماضيه 3 سنوات اللي اخذ فيها النخبتين مو بعمل سهل ولا هو عمل لحظي او تفكير بصوت عالي، عمل استراتيجي واضح على الشيء اللي قاعد يصير في النادي الاهلي. انا ما اتكلم اليوم، بالعكس الاهلي قدم نموذج في تحقيق البطولات النفس القصير، واليوم انك البطوله تكون عندك برضك وبين جمهورك في جده وتكسبها ويكون عندك مخزون من اللاعبين الاجانب وفره انك اليوم تستفيد منهم في البطوله الاسيويه، انا اعتقد عبد الرحمن عمل كبير جدا. لكن اليوم المدرب يجي عليه كلام، المدافع عليه كلام، المحور، الجناح اليمين، الجناح اليسار، مهاجمك توني وفترة مع يايسلا، هذه كلها وما يكون في شيء واضح من ردة فعل النادي الاهلي. واضح؟ طيب يعني اول شيء هذه من الجودة اللي عندي عشان كذا تتسابق الاندية عليهم. يا اخي انا ما اتكلم على الجودة عبد الرحمن. اثنين لا الحين ليش جو ميلان اللي يسله؟ طيب انا اتكلم اليوم على إدارة الاهلي في طريقة المحافظة على الفريق. محافظ انا مين اللي قال محافظ؟ مين قال محافظ؟ انا كيسيه انتهى عقده. رياض محرز راح يجي السنه الجايه، انا ما راح اجدد الرياض اكثر من السنه الجايه، يعني بيستكمل عقده ما راح اجدد معه، انا حاط في بالي ما راح اجدد معه. طيب ومدربك اللي مجتمع مع عندي؟ مدربي موجود وعقده مستمر معاي اول باول. احنا في عصر احتراف يا جماعه. اي عصر احتراف، بس اليوم المدرب يروح يجلس مع انديه ثانيه. اي عادي ترى، عادي يروح تسمع من الكل. شلون اسمع وانا عادي مستمر؟ انت اليوم على وظيفه وتملك عقد. جت لك شركه ثانيه تبي تجلس معك مقابل وظيفي، ما انت برايح بتروح تسمع بتعرف هل في اوفر كويس مو اوفر كويس، تتفاوض تشوف ما تدري اليوم مستقبل شو صاير. اي بس اليوم انت تتكلم عبد الرحمن، اليوم عقود كبيره مليونيه. اليوم تتكلم على ديميرال يطلع ويدعم مرشح جديد في دوري اخر مع رئيس نادي اخر ويقول له انا جاي عشانك واي مكان بتكون موجود بكون موجود معك فيه، ومدرب يجلس مع نادي ثاني يفاوضه، ولاعب انت عندك باقي فيه موسم تمشيه. انا اعتقد ان في شيء مو واضح بالنسبه لي للنادي الاهلي. خلينا نرحب بزميلنا حمد صويلح اللي انضم لنا الان من الولايات المتحده الامريكيه. حمد اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ابو ساره، احييك واحيي الزملاء الاعزاء جميعا. ان شاء الله نقدم حلقه تثري وصلت ولا اجلت رحلتك؟ لا في نيويورك حاليا. اي زين. طيب مشت الامور. اشوى كفو. خليني بروح لمحمد نجاري. محمد اول شيء ايش رايك في هذا البند اللي وضعته الشركه المختصه بانهاء الامور التعاقديه لرياض محرز، وايش رايك في تعامل الاهلي كفكره استراتيجيه فانه رياض ما يكمل السنه القادمه لانه هو واثق ثقه تامه انه ما راح يجدد مع رياض، وايش رايك وين يروح رياض في المستقبل تعتقد؟ مساء الخير مرة أخرى. أول شيء ما دام رياض محرز كان قابل للبند هذا لما وقع العقد مع الأهلي، يعني هو قابل للوقع، يعني هذا البند وضع باتفاق بين الطرفين. محمد بنعدل الصوت عندك إذا تسمح لي، شباب تواصل مع محمد عدلوا الصوت وبعدين نرجع. ومعلومة أخرى لجماهير النادي الأهلي، لاحظتوا ان النادي الاهلي ظهر كلام كثير عن كيسيه انه راح يستغني عن كيسيه وما راح يكمل عقده وما الى ذلك. النادي الاهلي ما غرد بشيء. متى غرد؟ غرد يوم طلع كيسيه من كاس العالم.
احتراما لكيسيه وتاريخه مع النادي الاهلي. نفس الشيء رياض محرز، ترى رياض محرز يدري عن كل الامور اللي قاعد تصير من قبل لا يطلع شيء للاعلام، وما راح يتكلم النادي الاهلي اعتقد في قرارة نفسي الا لا سمح الله بخروج المنتخب الجزائري، بعدين يتكلمون عن رياض محرز لانهم تقديرا ووفاء للتاريخ اللي رسمه رياض مع النادي الاهلي. حمد، ابغى اسالك عن رياض، كنت معنا في الكلام عن رياض. اداره النادي الاهلي انتهت من رياض، رياض وضع عقد بند في عقده انه من 1 إلى 30 جون بامكانه انه يفسخ عقده بمقابل مالي، وبامكان النادي الاهلي يفسخ عقده بمقابل مالي، هو اللي وضع هذا العقد. النادي الاهلي استغل البند هذا بصراحه استغلال ممتاز يعتبر، وانهى التعاقد مع رياض محرز لسببين. السبب الاول طبعا بموافقه الاداره الفنيه. السبب الاول انه اذا استكمل رياض عقده احنا ما راح نجدد له كاداره النادي الاهلي لان عقده عالي جدا. السبب الثاني استقرار غرفه الملابس، لانك بتفكر طول الوقت رياض وين بيروح، رياض ايش بيسوي، رياض ايش يصير له، يعني من هذا الكلام، وانت عارف رياض ليفل عالي يعني. اكيد. بالنسبه لي عبد الرحمن ما يعتبر، انا بالنسبه لي ما اشوفه قرار جيد الا في حال معرفه يعني المستقبل بالنسبه للاهلي، من البديل، من راح يكون البديل. هنا اقدر احكم واقول والله مثلا قرار عدم التجديد او الاستغناء عن الكابتن رياض محرز هل هو قرار كان ايجابي وصائب او لا، لانه الموضوع بالنسبه لي يعتمد على البديل. انت اليوم عندك نجم مهم وبارز، ما هو فقط على مستوى الدوري السعودي، على مستوى العالم، لاعب وضع له بصمة في تاريخ الأهلي. أعتقد بطولتين نخبة تحققت بالنسبة لدوري أبطال آسيا في وجود وقيادة الكابتن رياض محرز. أعتقد أنه نجم لن يمر مرور الكرام على الأهلي بكل تأكيد، ولكن أيضا هذه سنة الحياة وكرة القدم. صح، احتراف. وهذا الاحتراف. لكن أنا بالنسبة لي الموضوع يعتمد على البديل. عبد الرحمن، إذا كان البديل بنفس قيمة وجودة الكابتن رياض محرز بالتأكيد أنه راح، وبعمر أصغر بالتأكيد أنه بيكون قرار إيجابي. لكن أحيانا بعض الأندية، ما أتكلم عن الأهلي، كل الأندية السعودية أحيانا تستغني عن لاعب وفي النهاية يحضر لاعب مثلا أسوأ، قد يكون باسم جيد لكن ما يتوفق مع النادي. الأمر الإيجابي الثاني عبد الرحمن أنه بسارة هذا الموضوع يعني عدم التجديد لرياض محرز، وأيضا عدم استكمال عقده أو عدم استكمال عقده بيوفر أيضا ميزانية مثل ما حدث للاتحاد. صح. في النهاية بيكون في مبلغ مالي للأهلي صح الموسم المقبل للتعاقد. صح. طيب عمر، بروح لك عمر ممدوح. اهلا وسهلا عمر. حبيبي عمر، اول شيء قبل لا ادخلك في الجو المحلي حقنا، بسألك انت تميل لاي نادي في السعوديه؟ الاتحاد الإندي. انت مشجع قديم. من زمان، ده انا يعني من ايام فتحي ابو الجدايل في الستينات واول ثنائيه لاتحاد جده، ثم بعد ذلك بقى جيل 2005 الجيل الرائع الحقيقه موجود في محمد نور صديقي واخويا وحبيبي مناف ابو شجير، يعني لنا حكايات انا ومناف، فبرضه يعني من اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين مع الجيل ده. وطبعا يعني الاتحاد من الانديه الكبيره زيه زي الاهلي، مفيش جده من غير اتحاد واهلي يعني. ايوه كذا داخل كويس وحامي. بسألك عن رياض محرز، هل انت مع عدم استكمال عقده مع النادي الاهلي؟ هل انت مع توجه الاداره الفنيه في النادي الاهلي؟ وين مستقبل تعتقد رياض خلال الفتره القادمه؟ خليني اقول لك انه انا بؤيد هذا القرار لسبب مهم جدا، وانه الاهلي اثبت نجاح في التجربه، وتحديدا في الفوز بدوري ابطال اسيا للنخبه مرتين متتاليتين، مع وجود استقرار فني في وجود الالماني ماتياس يايسلر على راس القياده الفنيه للاهلي. ويمكن ده الجزء اللي كان يفتقده مثلا الاتحاد، انه ما فيش استقرار على راس الاداره الفنيه للفريق. ولكن رياض محرز ادى وقدم تقريبا كل ما عنده مع الاهلي خلال الفتره السابقه منذ انضمامه، وحتى القرار اللي بنتكلم فيه دلوقتي بعدم استكمال العقد استغلالا لهذا البند. انا بشوف انه الاهم انه خطه الاهلي وخطه رياض. هل رياض مكمل في السعوديه في الدوري السعودي؟ اتوقع انه ممكن يكمل في الدوري السعودي،
ولكن انا بشوف انه من الافضل للاهلي انه يكتفي بما قدمه رياض محرز خلال الفتره الماضيه، وتجديد الدماء بلاعبين اصغر في السن وبجوده نفس الجوده او نفس ليفل رياض محرز، حتى وان لم يكن اسم شهير، ولكن المهم الجوده والكواليتي على ارض الملعب. وشفنا جوده وكواليتي في كاس العالم عظيمه. هذا فيما يخص رياض محرز. بسال محمد نجاري انضم لنا الان ولا؟ طيب على ما يجهز محمد نجاري. طيب خلينا نروح للجانب الثاني. هذا الجمهور الاتحاد وجمهور الاهلي زين. كيسيه يوم جلست معاه الاداره الفنيه في النادي الاهلي تتكلم معاه، يعني ممكن يشوفون ممكن تجديد من عدمه. كيسيه كان يطالب ب3 سنوات لعقده. اكيد هذا مرفوض، يعني ما فيها شك، يعني هذه مرفوضه، حتى 2 مرفوضه بالنسبه لكيسيه كان وقتها. فوصلوا مرحله لنهايه العقد. على الجانب الثاني الاتحاد يخاطب ود كيسيه وهو مهتم في كيسيه، لكن رساله للاتحاديين: كيسيه راح يطلب 14 مليون يورو للسنه، ولن يرضى بسنه واحده، على الاقل 2 ل 3 سنوات. وللاتحاد والاتحاديين تجارب غير ناجحه مع لاعبين كثر وقع معاهم اكثر من 2 سنين. فلذلك تحذير لاداره نادي الاتحاد، للاداره التنفيذيه، للجنه الفنيه في نادي الاتحاد، من التوقيع مع لاعب بهذا العمر بهذا المبلغ اكثر من سنه. فلذلك لابد انه يكون في تمعن بالتوقيع مع فرانك كيسيه، لانه راح يطلب اكثر من سنه وليس سنه واحده، ولا يقل عن 14 مليون يورو، وهذا مبلغ جدا كبير قادر الاتحاد انه يعمل فيه اي شيء اخر. حمد وش رايك؟ والله عبد الرحمن، انا يعني بصراحه هل مثلا الاتحاد ما عنده مثلا اداره فنيه قادره على انها تكتشف اسم جديد لاستقطابه للدوري السعودي؟ ما هو لان اللاعب سيء، بس اللاعب قضى في الملاعب السعوديه الحين كم 3 سنوات. طيب 3 سنوات حقق فيها 2 بطولتين دوري ابطال اسيا للنخبه. يعني انا بالنسبه لي ارى انه البحث عن اسم جديد اجدى وافضل من اني يعني ادور في نفس اللعيبه اللي في الدوري من نادي لنادي اخر. طيب علي، شوف انا استغرب كثير من انديتنا بشكل عام. لاعب يجلس له 3 سنوات في النصر يروح الاتحاد، لاعب يجلس 2 سنين في الهلال يروح الاهلي، وكاننا ما عندنا الا ال5 6 لاعبين نقضي فيها على مستوى المدربين. حتى لا المدربين موضوع مختلف شوي. المدربين اقصد شوف يعني لا انا اقصد ان المدربين ابو ابراهيم اليوم المدرب يصير عارف الدوري بشكل كامل وما ياثر على المجموعه، بحيث ان عمره ما راح يكون مشكله بالنسبه للانديه. بس اليوم اللاعب اليوم لما يوصل 32 33 و34 سنه ويتنقل ما بين نادي ونادي، انا اعتقد ان هذه مشكله كبيره. فبالتالي لو في عندنا عين مفتحه تشوف كاس العالم حاليا او تشوف كاس اسيا القادم، انا متاكد انها بتلقى لاعبين على ليفل عالي جدا، سواء في الاورجواي، في برغواي، في الراس الاخضر، في النمسا، في منتخب امريكا، كندا، عبد الرحمن، حتى ترند يعني حتى بعض المنتخبات اللي جالسه تلعب في كاس العالم انا متاكد ان مبالغهم اقل بكثير، اقل من النصف حتى على بعض اللاعبين اللي جالس يلعب عشان اسمه ما هو عشان مستواه الفني. فبالتالي اليوم الانديه عندنا الكشافين لو يروحون يشوفون الانديه في سواء في انجلترا، في ايطاليا، في اسبانيا، حتى لو في دوري الدرجه الاولى، انا متاكد انهم يلقون لاعبين بليفل عالي جدا عبد الرحمن، ولاعبين بمستوى عالي جدا. ما هو شرط ترى تروح في ريال مدريد ولا برشلونه ولا يوفي ولا ميلان ولا مانشستر. ترى لما تروح الدوري الاسباني تروح تشوف الانديه في ريال، فالنسيا، تروح تشوف الدوري الانجليزي تشوف في وست هام، استون فيلا، تروح تشوف الدوري الايطالي في روما، نابولي، لاتسيو، فيورنتينا، اتلانتا. انا متاكد انك بتلقى لاعبين على ليفل عالي، حتى الدوري البرتغالي والدوري الفرنسي بتلقى لاعبين على مستوى عالي جدا. لكن للاسف الانديه عندنا صارت تمشي وراء راي الجمهور. الجمهور وش يبي لاعب فئه ايه، لاعب فئه ايه. اليوم احنا في الدوري السعودي تجاوزنا مرحله لاعب فئه ايه. اللاعب الفئه ايه اللي احنا كنا نروح نبحث عنه صار هو يقدم نفسه ويعرض نفسه. صح. اما احنا نروح نجيب لاعب
يكون اللاعب فئه ايه عشان بس خلاص اسم وما يقدم لي شيء في ارضيه الملعب. انا اعتقد ان هذا مشكله ومشكله كبيره. طيب بروح لك عمر، وش رايك؟ يا حبيبي انا بشوف انه فرانكي سي هو لاعب اصبح عنده خبره بالكره السعوديه، خبره بالدوري السعودي، ولكن هو تبقى الازمه في مساله فرانكي سي واحتماليه انتقاله الى الاتحاد، انه فرانكي سي تقدم في العمر، حتى وان كان مردوده الفني على ارض الملعب هو مردود جيد الى حد ما، ولكن انا بفضل انه الاتحاد في تدعيماته انه يبحث عن لاعبين اصغر سنا، لانه عمليه بناء الفريق واستعاده فريق البطولات، يعني انا بشوف انه الاتحاد مركز خامس في الموسم الماضي في الدوري، يعني امر بالنسبه لي غريب. فانا بشوف انه محتاج يكون في بعض التعديلات داخل قائمه اللاعبين، وخصوصا بعد رحيل كونسيساو. حتى دلوقتي بعيدا عن قضيه حتى فرانكي سي، انت بتتكلم المدرب القادم، في كلام على خفير اجري، في كلام على فيليكو باونوفيتش، وهو مدرب يعتبر مدرب شاب وعنده افكار، ولكن خفير اجري مدرب من اصحاب الخبره الكبيره. هل المدرب القادم هيكون عنده رغبه في التعاقد مع فرانكي سي، او لعيب بنفس الكاتيجوري الخاص بفرانكي سي وهذا معدل العمر اللي يعتبر كبير بالنسبه للدوري في الوقت الحالي؟ انا بشوف انه الاتحاد قد يكون عنده اهداف افضل من فرانكي سي في الفتره القادمه. ابو ساره، قول لي حمد. اليوم كاس العالم هذا فرصة كبيرة لكل الأندية أنها تستكشف مواهب جديدة، أسماء تقدم نفسها. يا أخي تعرف المدرجات اليوم، المدراء الرياضيين للأندية سواء الأوروبية أو الآسيوية أو الأفريقية وكشافين الأندية أكثر من الجمهور في المدرجات، صح، ويتنقلون في كل المباريات على أساس أنهم يستكشفون أسماء ممكن تفيد أنديتهم. فأنا والله أني أستغرب من هالقرار. ترى كثير من الأندية حتى السعودية أنا أشوف أنها ما استعجلت إلى الآن في اتخاذ قراراتها، بسبب أنها تنتظر المونديال يخلص، يشوفوا من اللعيبة اللي بارزين، من المواهب اللي ممكن تقدم فائدة للأندية بعد استقطابها. صح، وهذا واضح. حتى أمس منتخب مثلا أو اليوم منتخب بوسنيا والهرسك لعب مع أمريكا، تلقى في اسماء، في لاعبين تقدر شوف عبد الرحمن افضل من او بالارقام افضل من اللي عندك يعني. ايه انا قرأت خبر اليوم بسارة مثلا انه التعاون يفاوض حارس الاردن يزيد ابو ليلى. يزيد ابو ليلى. طيب يزيد ابو ليلى انا اعتقد انه ما كان خيار للتعاون قبل البطولة، مستحيل، بس يزيد ابو ليلى اعتقد انه قدم مستويات ايجابية في البطولة. اكيد انه احد من والله ما شفت قدم مستويات ايجابيه حمد صراحه يعني. ابو ابراهيم مسجلين فيه 13 هدف يا رجل، بس في اول مباراه اعتقد كان نجم. حمد روح تشوف الاهداف تكفى. شوف اذا كنت تبحث عن حارس مرمى يا ابو ابراهيم، في حارسين الى 3 صراحه مقدمين بطوله صح. عالميه اليوم. تروح حارس الأوروغواي صح، حارس عالمي، حارس منتخب مصر مصطفى شوبير مقدم بطوله تاريخيه، حارس الراس الاخضر صراحه مقدم مستوى كبير رائع. يعني هذه 3 حراس انا متاكد ان التكلفه بتكون اقل بكثير. لا ما بصاير اقل من يزيد ابو ليلى، هذا واحد. اكيد. 2 ترى على فكره يعني انا اليوم ما اقدر احمل بس حارس في يزيد ابو ليلى اذا ما خانتني الذاكره. انا ما اقدر احمل حارس فقط. انت لا ابو ابراهيم، يزيد ابو ليلى كان يلعب في الجبلين في دوري يلو. خلينا ناخذ كلام ابو ابراهيم، اتذكر لك الموضوع. اسلم. انا اقول لك يا ابو ساره، ترى في منتخبات انهزمت بال6 وال7 لكن ما يتحمل الحارس يا اخي المشكله. صح، ما هو الوحيد. اليوم المنتخب والفريق منظومه كامله. انا في واحده من مباريات المونديال اذكر يزيد ابو ليلى كان قدم فيها مباراه. اعتقد انه كان نجم المباراه فيها، ما ادري هي الاولى ولا الثانيه والله. ممتاز. صحيح لعب في الجبلين، بس موسم واحد 23 24. هو الان ابى اروح لمحمد نجاري. كنا نتكلم عن رياض محرز. وش رايك في الموضوع؟ شوف، ما دام الطرفان كانوا متفقين على هذا البند، انا لا اعتقد انه فيه اشكال. المشكله الان انا عندي سؤال: هل الاهلي السعودي وجد اللاعب اللي راح يكون افضل من رياض محرز بالنظر الى ما قدمه، خاصه في السنتين في الموسمين الاخيرين؟ رياض محرز انا نتبع الدوري السعودي وكان يعني لاعب مؤثر جدا، صح، خاصه في دوري ابطال اسيا. الان الاهلي السعودي هل وجد لاعب
أفضل منه. كذا كان كلام الإعلام المغربي حول تتويج اتحاد العاصمة باللقب القاري أو كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد انتصاره الكبير على أو المثير على نادي الزمالك في أرضهم في أرض مصر بحضور جماهيري غفير جدا. اتحاد العاصمة سيطر على المباراة بالرغم من أنه تلقى هدف في الدقائق الأولى، يعني في الدقيقة الثانية تلقى هدف، إلا أن هذا لم يضبط من عزيمة لاعبي اتحاد العاصمة، وقدموا مباراة قوية جدا استطاعوا من خلالها التتويج باللقب القاري الثالث لهم في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. جميع الألقاب السابقة طبعا كانت في كأس الاتحاد، إلى الآن لم يتوجوا بكأس الرابطة. تمنياتنا لهم في الموسم القادم أن يكون التتويج بكأس الرابطة الأفريقية أو لأحد الفرق الجزائرية التي حاليا لعب نهائي فيها فريق المغربي الجيش الملكي ضد سان داونز وخسر بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب، بالانتظار إلى مباراة الإياب كم ستكون النتيجة.